الصبر، وما أدراكم ما الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج كما يقال. والله جل وعز يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلتصبر ولتحتسب ولتعلم أن ما نزل بها من داء قد حل ونزل، فتصبر وتؤجر خير من أن لا تصبر ولا يرفع، بل تأثم والعياذ بالله على عدم ذلك والتأفف والضجر. فهو فيها فتصبر وتؤجر على ذلك خير من لا أجر ولا ارتفاع. لماذا؟ لهذا الداء. هو نزل قد نزل، هو نزل قد نزل. فالصبر عواقبه حميدة، وهو من تكفير السيئات إذا ما احتسب المرء ذلك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما قاله صلى الله عليه وآله.